اهلا بيكم في درس جديد. في الدرس ده هنتعلم نعمل تصحيح الوان بطريقه بسيطه جدا. تعالوا نشوف ازاي بس بعد الانترو. اول حاجه هعملها هروح عند الادجستمنت وهختار الكيرف ادجستمنت لاير بالشكل ده، وبعد كده هروح على الادجستمنت لاير وهختار الثريشولد ادجستمنت لاير. تمام، وهسيبها موجوده عندي هنا وهقول لك هعمل بيها ايه دلوقتي. اول حاجه هنفتح الكيرف ادجستمنت لاير، دبل كليك هنا عندي فيه 3 قطرات اللي موجودين على الشمال. القطاره الاولى لو وقفت عليها شويه هنا دي البلاك بوينت، يعني اغمق نقطه موجوده عندك في الصوره فين. وتاني قطاره موجوده عندي هي الميد بوينت او الجراي بوينت اللي هي اكتر نقطه رمادي في الصوره موجوده عندك. تالت قطاره موجوده عندي وهي الوايت بوينت اللي هي افتح نقطه موجوده عندك في الصوره. طيب هنستخدمها ازاي؟ هنسحبها كده عندي على جنب، او ممكن نقفلها ونجيب الثريشولد ادجستمنت لاير نظهرها بالشكل ده كده وندوس دبل كليك علشان اشوف الثريشولد ادجستمنت لاير هي اللي هتبين معايا اغمق نقطه في الصوره وافتح نقطه في الصوره موجوده فين. هنسحبها ناحيه الشمال كده وهنبدا نزود حاجه بسيطه. اغمق نقطه عندي موجوده هي الست اللي واقفه هنا بالشكل ده. نقفلها هنا ونشيل اللاير ونجيب الادجستمنت كيرف لاير من هنا كده ونجيب البلاك بوينت وندوس عليها كده. بص الصوره عندي بدات انها يتعمل لها كده كولر كوركشن بسيط، ان هي النقطه الغامقه بدات تظهر معايا. نظهر تاني الثريشولد، دبل كليك هنا كده ونروح ناحيه اليمين ونبدا نسحب بالراحه كده السلايدر ونشوف فين افتح نقطه موجوده عندي، هي نقطه السماء اللي موجوده اهي. نقفلها كده خالص ونظهر الادجستمنت كيرف لاير ونجيب الوايت بوينت وندوس على السماء كده. فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي الجراي بوينت، اغمق نقطه او اللون الرمادي اللي موجود عندي في الصوره، ونختار مثلا اللون العمود اللي موجود هنا كده. انا عملت color correction سريع للصوره بتاعتي وقدرت ان انا احولها من الشكل ده. شايفين هي الصوره كانت باهته بالطريقه دي كده، لكن دي الوانها الحقيقيه اللي المفروض انها اتصورت بيها. طيب انا ممكن اقدر اعمل ايه تاني في موضوع الكالر كوركشن او تصحيح الالوان في الصوره؟ ممكن ان انا اختار السلكتيف كولر من الادجستمنت لاير، برضو نظهر من هنا السلكتيف كولر، نعمل حاجه اسمها سلكتيف كولر ادجستمنت لاير. ايه هي السلكتيف كولر؟ السلكتيف كولر هي اداه سحريه جدا جوه الفوتوشوب، من خلالها اقدر اتحكم في اي لون موجود عندي في الصوره. يعني على سبيل المثال انا هختار اللون الاصفر وهاجي عند اليلو هنا هزود الاصفر للاخر، شايفين ايه اللي حصل؟ او اقلل الاصفر للاخر. فهي بتحدد اللون اللي انت بتختاره من القائمه دي، سواء احمر لغايه البلاكس الاسود، وتبدا انك تتحكم فيه من السلايدر اللي موجود عندك، سواء السيان او الماجنتا او اليلو او البلاك. طيب خلينا نشوف نقدر نعمل ايه في موضوع الكالر كوركشن بالسلكتيف كولر في الصوره اللي عندي دي. اول حاجه هختارها هي اليلو، اللي هي الاصفرات اللي موجوده عندي في الصوره ولون التيشيرت اللي لابساه البنت. هنيجي عند اليلو والاصفر هنبدا نزود في اللون، تمام، علشان نديله اللون اللي هو كان محتاجه. ونيجي عند الماجنتا ممكن برضو نزود في الماجنتا شويه، ونيجي عند بلاك ان احنا ايه نغمق اللون الاصفر اللي موجود عندي ده. بالنسبه دي كده ممكن برضو نختار اللون الاحمر ونزود الماجنتا حاجه بسيطه، تمام، والبلاكس بتاعتها بص لو زادت اللي يحصل ممكن نحرق الصوره، فخد بالك انك ايه يعني تتحكم في موضوع الالوان في السلكتيف كولر دي بطريقه بروفيشنال. ودي طبعا بتيجي عن طريق التجربه وعن طريق اللون اللي بتختاره اللي موجود عندك في الصوره. نختار كمان اللون مثلا السيان علشان لون الجاكيت اللي هي لابساه. وشايفين لو انا قللت خالص اللون، انا هعلي اللون بالطريقه دي كده، والبلاكس بتاعته اهو بالشكل ده كده.
ونختار البلو، نعلي السيان بتاعتها برضو، ونعلي برضو الاصفر، وحاجة بسيطة من الماجنتا، والبلاكس بتاعتي بالشكل ده. وبعد كده ممكن ازود في الاخضر حاجة بسيطة بالشكل ده كده، واجي عند البلاك. بص لو جيت زودت البلاك اللي بيحصل الصورة بتغمق، لو فتحت البلاك بص اللي بيحصل معايا. فانا طبعا هسيب البلاكس زي ما هي اللي هي الاسود. هو بيختار الالوان تحديدا. بص كده الفرق ما بين التعديلات اللي انا عملتها. دي كانت الصورة بتاعتنا قبل، ودي الصورة بتاعتنا بعد ما عملت استخدمت الكيرف، واستخدمت منها التونز من الكلون تول، ان انا اخترت بالقطارة هنا اغمق نقطة وافتح نقطة، والدرجة اللي في النص الميد تون او الدرجة اللي هي الرمادي، اللي اي نقطة رمادي موجودة عندك في الصورة. وبعد كده من السلكتيف كولر حددت الالوان اللي انا عايز اعمل لها ري كوركشن بالشكل ده كده. يبقى احنا لو حطيناهم جوه جروب كده، انا خلاص الثريشولد ده مش عايزه، فهعمل له ديليت. وادي الفرق قبل وبعد. خلونا برضو نشوف صورة تانية نعمل فيها الموضوع ده. نسحب الصورة دي جوه الفوتوشوب، ماشي، ونختار زي ما اتفقنا من الادجستمنت لاير الكيرف ادجستمنت لاير. وبعد كده نختار من الادجستمنت لاير الثريشولد عشان نبين اغمق نقطة فين في الصورة وافتح نقطة فين في الصورة عندي، ونسحبها ناحية الشمال بالطريقة دي كده السلايدر، ونبدأ نظهر. بص هنا اغمق نقطة فين؟ اغمق نقطة هتبقى الشعر بتاع البنت اللي هي النقطة دي. فنقفلها كده وندوس دبل كليك، ونجيب البلاك بوينت من القطارة دي، وندوس على النقطة الغامقة اللي عندي. نشيل اللاير تاني من هنا، ودبل كليك على الثريشولد، ونسحب ناحية اليمين عشان نشوف فين افتح نقطة عندي في الصورة. شايفين افتح نقطة عندي في الصورة هي السلايد اللي هو اللي فوق هنا، او الحتة بتاعة القميص بتاع البنت. فممكن دبل كليك هنا كده، ونجيب الوايت بوينت، ونختار الجزء اللي عندي بالشكل ده كده. بعد كده نجيب القطارة بتاعت الجراي، ونختار لون رمادي موجود عندي في الصورة، مثلا زي اللون ده. شايفين؟ دي قبل ودي بعد. طيب هنعمل ايه تاني؟ برضو هنختار السلكتيف كولر من adjustment layer، وهنظبط شوية في الالوان بتاعتها. هنختار السيان، ونبدأ ان احنا نزود السيان بتاعنا شوية اهو عشان البنطلون الجينز بتاعها، والاصفر علشان التون بتاع البشرة بتاع البنت. شوف كده، بص على وش البنت، لو انا جيت زودت الاصفر عندي بص اللي بيحصل او قللته. فانا ممكن ازوده حاجة بسيطة، والماجنتا محتاجة انها تقل سنة كده عشان البنت ما تبقاش محمرة قوي. ممكن برضو من الريد هنا نقلل شوية، بس طبعا يعني مش بدرجة كبيرة. طبعا انت بتقعد تظبط بعد كده في الموضوع السلكتيف كولر ده علشان توصل لتون معين. وبرضو ممكن من الكيرف هنا تختار تظبط الاوامر بتاعتك دي. يعني مثلا لو انت في امر هنا محتاج ان انت تنزله او تظبطه شوية، ممكن تختار من الكيرف كده وتشوف انت عايز تعمل الهايلايت بتاعتك ازاي. طريق ان انت تزود الاضاءة من تحت كده، او السلايدر تسحب البوينت دي من هنا كده. دي كانت قبل، ودي بعد تصحيح الالوان.
اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. درس بسيط وسريع وتركاية مهمة جدا هنستخدمها كتير قوي واحنا بنعمل فوتو مانيبيوليشن، او حتى واحنا بنعمل تصحيح لاي صورة موجودة عندي، سواء صورة قديمة او حتى صورة متصورة بكاميرا، بس طبعا محتاجة انك تعدل الالوان بتاعتها. اتمنى تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة، واشوفكم في درس جديد. سلام. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي تركية حابين نشرحها اكتبوا لنا في كومنت.